هي إحدى احتفاليات المتعينين الجدد. قرابة 300 ألف محاضر في وزارة التربية حسمت قضيتهم المتأخرة منذ 7 سنوات، وتثبتوا على الملاك الدائم في أعقد الملفات التي واجهت الحكومات المتعاقبة. عدد المحاضرين تجاوز 284 ألف محاضر، مع الملاكات الوزارة وصل إلى 290 ألف بين محاضر وبين إداري إن شاء الله. الحكومة وفي أقل من 50 يوما تمكنت من معالجة تعيينات العقود والمحاضرين والشهادات العليا والأوائل. نصف مليون مستفيد أو أكثر تصدرت فقرات البرنامج الحكومي في استيعاب طبقة الخريجين والتوظيف، وسجلت أعلى نسب الإنجاز حتى الآن. الدرجات الوظيفية اللي موجودة بداخل الموازنة لحد الآن لم يعرف عددها، ولكن راح تشمل شرائح كبيرة لأن كل الدوائر الآن محتاجة، وخاصة أنه صار عدة سنوات لا توجد موازنة. الناس اللي طلعت تقاعد تعرف حضرتك بس بقوا فقط على الحذف والاستحداث، ولكن يحتاجون خبرات وكثير من الأمور. التثبيت حصل لجميع المحاضرين التربويين والاختصاصات الساندة أيضا والاختصاصات الإدارية والخدمية. وبشكل متوازن تعمل الحكومة مع البرلمان لسرعة تشريع قوانين القطاع الخاص ليكون الظهير المساند للقطاع الحكومي في استيعاب الخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب ما تجود به موازنة الدولة من درجات وظيفية للمستحقين. ومع نجاح الحكومة بحسم تثبيت وتعيين أكثر من نصف مليون متعاقد وخريج، تستعد الحكومة أيضا لسد شواغر بعض المؤسسات الحكومية عبر عدد من الدرجات الوظيفية في موازنة العام الحالي. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.